صباح الخير. اليوم حابة أحكي بموضوع أغلبنا بيعاني منه، وهو سرعة اتخاذ القرار. وهل القرار يلي رح يتخذه رح يكون صائب أم رح يسبب له مشاكل وصعوبات، ورح يكون قرار متسرع، أو البعض مننا أيضا بيتأخر كتير وبياخد وقت بالتفكير لحتى يقرر موضوع، سواء على الصعيد الشخصي أو بالعمل. أنا من جهتي متسرعة في اتخاذ القرارات، ومتسرعة أيضا في الحياة بشكل عام. هذا الشيء طبعا بيسبب بعض المشاكل، وبيسبب أحيانا أنه ندفع الثمن نتيجة لقرارات ممكن تكون غلط. هلأ مو غلط أنه نحن نتعرض لهذا الشيء، ولكن الخطأ الأكبر أنه نستمر وما نصلح أخطائنا، وما يكون درس لإلنا بمدرسة الحياة. طبعا أنا ما عم أحكي على المواضيع الكبيرة يلي هي فعلا أحيانا بيكون أيضا صعوبة فيها أنه نتخذ قرار، ممكن على صعيد شراء قطعة كهربائية، أو شراء سيارة أو بيت، أو توقيع عقد ب يعني مشروع معين. هذا الشيء بيكون بيحتاج للتفكير بشكل جدي وكبير لحتى ما يتسبب بخسائر ممكن يتعرض إلى نتيجة سرعته باتخاذ القرار. وأيضا الطولة بأنك تاخذ قرار صح مش كتير يعني محبذة. لازم يكون في عنا وقت بين الوسطي لحتى يكون عنا قرار صائب، وما نندم على أي شيء نحن وافقنا عليه أو مرحلة أقدمنا فيها بعمرنا. إن شاء الله يا رب يكون في عندكم مساحة خاصة لأنه أنتوا تعبروا عن اتخاذ قراراتكم بشكل صائب، وأنه تتخذوا القرار الصح بحياتكم بكافة الأصعدة، وأنه يكون في عنا توقيت لحتى هذه الأفكار تكون صحيحة. نهاركم سعيد، وإن شاء الله أعمالكم دائما من نجاح لنجاح، ومكللة برضا الرحمن. سلامات.